أهلا بيكم في بودكاست جديد، وخلينا بقى نرجع لكتاب العادات الذرية وإزاي نكون عادة. في البداية إيه هي العادة؟ العادة هي سلوك إحنا بنكرره عدد من المرات لحد ما بيبقى حاجة بنعملها بشكل لا واعي. يعني العقل الواعي بيفوض المهام وقتها للعقل اللاواعي فبيعملها بشكل اوتوماتيكي. حاجة كده شبه انك تدخل اوضة ضلمة فاوتوماتيكيا تروح تدور على زرار الكهرباء علشان تشغل النور. فالعادة هنا بتديك حرية الوقت وحرية التفكير. انت مش محتاج تاخد وقت ومجهود كبير جدا في ان انت تفكر انا هروح الجيم النهاردة ولا لا، طب انزل ولا منزلش، اخرج ولا مخرجش، وتفضل طول اليوم محتار بين انك تعمل الحاجة دي او ما تعملهاش، وفي الغالب لا هتكنسلها لا هتعملها في اللحظة الاخيرة. تكوين العادات بيتكون من 4 مراحل جيمس سماهم حلقة العادات. اول حاجة الاشارة، تاني حاجة الطوق، تالت حاجة الاستجابة، رابع حاجة واخيرا هي المكافأة. كمل على نفس المثال انك دخلت اوضة ضلمة، فالاشارة هنا هي ان الاوضة ضلمة، الطوق هنا انك عايز كهرباء، فالاستجابة انك رحت دورت على زرار الكهرباء، والمكافأة ان الاوضة نورت. لو قسمناهم على مرحلتين فهتبقى الاشارة والطوق هم مرحلة المشكلة، والاستجابة والمكافأة هم مرحلة الحل. جيمس بيقول ان اي سلوك احنا بنتبعه هو مدفوع برغبة مننا في حل مشكلة ما، وان الطوق هنا بيبقى عبارة عن مشاعرنا ورغباتنا هي اللي بتحركنا ان احنا نستجيب ونبتدي ندور على الحل. وبعد كده بتيجي مرحلة المكافأة وهي ان المشكلة اتحلت او ان احنا وصلنا للحاجة اللي احنا عايزينها. فبالتالي عشان نبني عادة لازم يبقى عندنا رغبة في حل مشكلة معينة أو تغيير سلوك معين. جيمس قسم المراحل ل4 قوانين. الإشارة مثلا قانونها اجعلها واضحة. يعني ايه اجعلها واضحة؟ يعني تجيب ورقة وقلم وتبدأ تسجل العادات بتاعتك. تكتب مثلا انت أول ما بتصحى بتعمل ايه. يعني ايه اسجل يومي من اول ما اصحى واعمل بطاقة اسميها بطاقة العادات؟ طب وده هيفيدني في ايه؟ ده هيفيدك في انك تدرك ويبقى عندك وعي بكل الحاجات اللي انت بتعملها. يعني هتلاقي نفسك اول ما بتدخل الأوضة بتسرج النور بشكل لا واعي، اول ما بتقعد تمسك تليفونك بشكل لا واعي. حاجات كتير وسلوكيات كتير احنا بنعملها بشكل اوتوماتيكي لدرجة ان احنا مبقاش واعيين بان احنا بنعملها. لما هنكتب هنفهم وهيبقى عندنا ادراك ووعي للي احنا بنعمله. انت ممكن تقعد ماسك التليفون 4 5 6 ساعات وانت مش مدرك اصلا الوقت ولا حجم الوقت اللي انت ضيعته. فلما هتكتب هتدرك ويبقى عندك وعي. بعد ما تكتب عاداتك على مدار اليوم اقعد بقى ادي لكل عادة منهم اشارة، ايه سلبي وايه موجب وايه محايد. وتاني، الهدف من الخطوة دي مش انك هتغير حاجة، الهدف من الخطوة دي انك هتراقب افكارك وافعالك بس من غير ما تصدر اي احكام عليها. الخطوة التانية في قانون اجعلها واضحة هي نيات التنفيذ. يعني ايه نيات التنفيذ؟ يعني انك لما تحط نية ان انت هتعمل حاجة تحدد لها وقت ومكان. طيب ايه الفايدة من ان نحدد وقت وحدد مكان؟ تحديدك للوقت والمكان والطريقة اللي هتعمل بيها الحاجة ده هيساعدك ان انت تقول لأ لأي حاجة هتشتت انتباهك، اي حاجة هتبعدك عن الطريق الصح. بمعنى لو قلت لنفسك انا هلعب رياضة النهاردة، اي فرصة تجيلك تخليك مش هتلعب رياضة هتمشي معاها ومش هتقول لها لا. لكن لو قلت لنفسك انا هعمل رياضة النهاردة الساعة كذا في المكان الفلاني، اي فرصة تجيلك عشان تعطلك عن ده هتقول لها لا، لانك عارف انت عايز تعمل ايه امتى وفين. دايما لما الحاجة بتبقى واضحة وعارفين احنا عايزين ايه بنبقى عندنا إصرار أكبر على تنفيذها. لكن طول ما هي مش واضحة ومش عارفين احنا عايزينها ولا لأ بنتمرقع شويتين. الخطوة الثالثة هي تكديس العادات.
ودي خطة كده وخدعة بتعملها مع نفسك، انك بعد ما تعمل عادة قديمة تحط العادة الجديدة. يعني زي مثلا انك متعود اول ما تصحى من النوم بتمسك التليفون، دي عادة عندك، عادة انت متعود عليها، عادة قديمة هي مش صحية بس ما علينا. حط بقى العادة الجديدة انك بعد ما تمسك التليفون هتكتب المهام الخاصة اللي انت عايز تعملها خلال اليوم ده. فانت هنا حطيت عادة التخطيط، وان انت ما تسيبش يومك يمشي كده من غير ما تبقى حاطط له خطة. الخطوة الرابعة والأخيرة هي إنك تصمم البيئة اللي حواليك بشكل يخدمك ويساعدك في إن أنت تكون العادات اللي أنت عايز تكونها. زي أو إنك متعود قبل ما تنام تمسك التليفون، فأنت مثلا دي عادة سيئة أنت عايز تبطلها، فهتحط جنب السرير كتاب، وبدل ما تمسك التليفون تقرأ شوية. جيمس بيقول حاول ما تخلطش سياقات العادات ببعضها، خلي لكل عادة السياق بتاعها. بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا خلي الكرسي للقراءة، خلي المكتب للكتابة، خلي المطبخ للأكل بس، خلي السرير للنوم بس. ما تخلطش السياقات ببعضها، ما تعملش كل الحاجات أو كل العادات اللي انت عايز تعملها في نفس البيئة أو في نفس المكان، علشان وقتها العادة الأسهل هي اللي هتفوز وباقي العادات مش هتعملها. جيمس بيكمل بمثال تاني وهي استخداماتنا للتكنولوجيا. بيقول ان هي من كتر ما احنا بقينا بنستخدمها في كذا عادة بقت نقطة قوة ونقطة ضعف. انت ممكن تستخدم التليفون بتاعك في ان انت تخلص المهام اللي وراك، وهنا هو نقطة قوة، وممكن تستسهل وتستخدمه في ان انت تقضيها تصفح لوسائل التواصل الاجتماعي ورسائل البريد وألعاب الفيديو، فهنا ده نقطة ضعف وده تضارب في الإشارات. وبكده نقدر نلخص القانون الأول لجعلها واضحة في 4 نقاط. أول حاجة إن احنا نسجل العادات اللي بنعملها على مدار اليوم علشان يبقى عندنا وعي وإدراك باللي احنا بنعمله. تاني حاجة إن احنا لما ننوي ننفذ حاجة نحط ونحدد ميعاد ومكان علشان ما نشتتش نفسنا. تالت حاجة تجديس العادات، وان احنا نحط العادة الجديدة جنب العادة الحالية اللي احنا بنعملها. رابع حاجة والأخيرة ان احنا نخلي البيئة اللي حوالينا بتساعدنا وبتخدمنا في ان احنا نحسن من عاداتنا.